السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه يا رجالة؟ يا رب تكونوا بألف خير. في بطولة جديدة بتتلعب حاليا في أمريكا اسمها يو اس تشيس تشامبيونشيب 2025. اللي بيكسب البطولة دي بيعتبر هو بطل أمريكا في الشطرنج. واللي كسب البطولة دي لمعلوماتكم آخر 3 سنين كان فابيانو كاروانا المشارك طبعا الأول في البطولة دي. البطولة دي فيها 12 لاعب بيلعبوا بعض كلهم، كل واحد بيلعب اللاعب التاني مرة واحدة بس خلال البطولة كلها. واللي بيكسب البطولة بياخد جايزة 55,000 دولار. طبعا رقم كبير جدا، يعني تخيل انت تروح تلعب شوية ماتشات شطرنج تكسب 55,000 دولار. المهم يا سيدي مشارك فيها لعيبة جامدة جدا زي هانس نيمان وويسلي سو أرونيون وطبعا كروانا. فبطولة جامدة جدا وقوية وهتتعلم منها أكيد. أول ماتش هنشوفه في الحلقة ديت هو ماتش انتهى بنتيجة إيجابية، يعني في لاعب كسب، لأن طبعا في ماتشات بتخلص تعادل. اتلعب ما بين جي ام ليفون أرونيون وواحد شاب عنده 15 سنة اسمه اندي وودورد. اسمه غريب اللي هو الشاب الصغير ده، حرفيا عنده 15 سنة. رحت بحثت عنه اكتشفت ان هو من مواليد 2010، احنا في 2025 يعني 15 سنة. المهم يلا عشان ما اطولش عليك، يلا بينا ندخل على الماتش على طول ونتفرج ونشوف ايه اللي حصل فيه. ويلا هنبتدي الماتش اللي في أول جولة. أرونين بيلعب بالقطع السوداء ووودوارد الشاب الصغير بيلعب بالقطع البيضاء. بدأ الماتش ببيدق وزير، رد عليه أرونين ببيدق وزير. طلع بالبيدق التاني ده اسمه كوينز جامبت، بيدفعك ان انت تاكل البيدق اللي هنا عشان بعد كده ينتشر بالفيل وهو بيسترجع البيدق بتاعه. المهم هنا أرونين ما بيعبروش وما بياكلش البيدق، وبيطلع هنا بالبيدق التاني يحمل البيدق على مربع الدي 5. وده دخلنا في حاجة اسمها سلاف ديفense من جانب أرونيان. بيرد عليه وودورد وبينتشر بالحصان، فبيطلع هو كمان بالحصان التاني. بعد كده بيدفع البيدق على مربع الاي 3، بيفتح الطريق كمان للفيل بتاعه عشان ينتشر فيما بعد. بيرد عليه أرونيان هنا بانه بيطلع بالبيشوب رابط الحصان ده على الوزير. وده كمان اسمه السلاف ديفense، يعني تفريع من السلاف ديفense اسمه البن، او انك انت تربط الحصان ده على الوزير. كل ده انت ماشي بوك موف زي علامة الكتاب اللي انت شايفها دي، كل دي نقلات من الكتاب. لسه مفيش اي واحد فيهم ارتجل ولا لعب اي حاجة مختلفة. المهم انتشر بالحصان، بيطلع بالبدء بتاعه، بيفتح للفيل التاني كمان عشان ينتشر على الوتر الطويل. بعد كده بيحاول ان هو يطرد الفيل هنا، فطبعا بيتراجع بالفيل بتاعه. بيجي بالوزير هنا، بينتشر بالوزير بتاعه عمنا وودوارد الشاب الصغير، وكمان مهدد ان هو ياخد البدء ده مجانا. بيطلع هنا أرونين يقف بالوزير في وشه. ودي برضو نقلة من الكتاب، خد بالك ان انت لو كسرت الوقت وزير في وزير انا هسترجع الوزير او هاخد الوزير بالبيدق. بس خد بالك ان انت فتحت الطريق او فتحت العمود للرخ دي. فهنا وودوارد مش بياكل. وخلاص خرجنا من الافتتاح، احنا دلوقتي بنلعب نقلات ارتجاليه، كل واحد بيلعب من دماغه. فلاعب هنا البيست موف على الانجن بان هو بينزل بالحصان بيحطه في احسن مكان في الرقعه. طبعا اورينيو مش هيسكت له، رجع بالحصان بتاعه بيقول له تعالى نكسر حصان في حصان. وكمان انت بعد ما تاكل الحصان بتاعي انا هنتشر بالحصان اللي واقف لسه ما انتشرش. وودورد فاهم الكلام ده كله، فما لعبش النقله دي، يعني ما نزلش اكل الحصان بل تراجع بالحصان بتاعه. في دماغه خطه هو عايز ينفذها. تعال نكمل الماتش ونشوف ايه اللي حصل. رجع بالفيل، طبعا الفيل هنا كان ماسك الوتر ده. ورغم ان هو كان مانع الابيض ان هو يبيت كمان على الجناح ده، الا انه ارونيان لعب احسن نقله على الانجن من وجهه نظر الانجن دي افضل نقله. ان هو يجي يهدد الحصان اللي موجود على مربع الدي 3. وخد بالك ان الحصان ده في اللحظه دي مش محمي غير بالفيل بس. طيب نكمل. طلع بالفيل بتاعه بينتشر. جيب الرخ. دي يعني الانجن شايفها جود موف مش بيست موف. المهم يا سيدي هنا كسر ارونيان وزير في وزير. طبعا دلوقتي هيسترجع بالبدء بتاعه، مفيش اي لعبه تانية ممكن تتلعب. وخد بالك انه دلوقتي وودورد ما يقدرش ان هو يبيت على الجناح ده، بقى شيء واضح جدا لانه خلاص كده كده الرخ اتحركت، وحتى لو ما كانتش اتحركت اصلا الجناح اتفتح. فهو بالتالي هيبيت على الجناح التاني. تعال نكمل الماتش ونشوف ايه اللي حصل. المهم يا سيدي عايز بس اقول لك حاجه، ان ارونيان لعب الماتش ده بدقة 97%. مش هقول لك وودورد لعب الماتش ده بدقة كام اللي عنده 15 سنة عشان ما تخمنش مين اللي كسب. المهم خلينا نكمل. هنا أرونيان بيطلع بالحصان بتاعه على مربع ال A6.
ودي ممكن تبان لنا نقلة شوية مش مفهومة هو عايز ايه. هل هو مثلا عايز يجي هنا بالحصان؟ اصل خد بالك انه دلوقتي الملك هيبيت على الجناح، الملك يعني تبييت قصير، وبالتالي الحصان ده هيبقى بعيد. طب خلينا نشوف، نحاول نفهم ايه اللي في دماغه. المهم نزل هنا وودورد بالحصان طالب الفيل، ما عبروش مستر ارونين، وفعلا دخل بالحصان هنا، تقريبا عايز يجيب الحصان هنا، ولكن ستيل لحد دلوقتي الرخ ماسكه المربع. ماشي، خلينا نشوف ايه اللي حصل في الماتش. بينتشر بالفيل بتاعه، طبعا دلوقتي عايز يبيت وودورد، طلع بالبيدق بتاعه بيكسب مساحة وبيهاجم جناح الوزير بتاع وودورد. طبعا النقلة الجاية انت تقدر تخمنها، هيبيت باينة. المهم يا سيدي بيبيت كمان أرونين في المقابل، وهنا أكل وودورد البيدق، سوري أكل الفيل. طيب لو انت مكان أرونين دلوقتي، تاكل بأنهي بيدق؟ تاكل بالبيدق ده ولا تاكل بالبيدق ده؟ انا من وجهة نظري لو انا في الموقف ده بصراحة انا هاكل بالبيدق ده، علشان افتح العمود بتاع الرخ اللي هو اوريدي اصلا باصص على جناح الملك اللي انا عايز اهاجم عليه. بلس ان انا كمان هيبقى شويه او اي نقله بعد كده هجيب الفيل ده هنا كمان هيبص على الوتر ده اللي في وش الملك. فانا شايفها خطه حلوه. هل يا ترى ارونيون هيلعب نفس المود اللي انا بفكر فيه ده؟ تعال نشوف هو عمل ايه. ولاحظ هنا كمان ان اندي وودورد الشاب الصغير معاه حوالي 40 دقيقه، ارونيون معاه ساعه وربع، فرق تايم رهيب بين الاثنين. اندي وودورد داخل على تايم ترابل. المهم هنا ارونيون اكل بالبيضه اللي ناحيه الملك، ودي بيست موف على الانجن. واتوقع انه اهميه النقله دي تكمن في انه الفيل ده ما ينزلش هنا، يعني هو حجم حركه الفيل اللي على المربعات البيضاء. بعد كده جه هنا يطلب البيضه ده رغم ان هو طبعا محمي بالروك، يعني الانجن حتى شايفها جود موف مفيش فيها فكره. طلع بالحصان هنا، وده المربع اللي تقريبا كان عين ارونين عليه من الاول لما جه من هنا لهنا عشان يحتل المربع ده بالحصان. بيجي يعني بالروك هنا تقريبا، دي نقلات انتظاريه. وودورد مش لاقي حاجه يعملها، بيرجع بالحصان تاني، بيجي بالروك التانية، بيتحرك بالروك، بيجي يعني شويه نقلات ما فيهاش اي تغيير في الموقف. وهنا الانجن بيدي النقله دي ان اكيورسي، يعني نقله غير منطقيه. بيشوب على مربع الدي 1 بيتراجع بالبيشوب بتاعه، والانجن بيدي النقله دي علامه الان اكيورسي، يعني نقله غير دقيقه. كان في نقله افضل للاعب الابيض، ولكن زي ما قلت لك بص على وقته بقى 13 دقيقه، يعني الشاب الصغير ده بينهار في الوقت. المهم دفع البيدق، بيقول له تعالى كل يا باشا وافتح لي الموقف، انا عايز اشغل الرخ بتاعتي. خد بالك الفيل ده لو انت اكلت الفيل ده هيتاكل ببلاش اصلا. بيرجع بالحصان بتاعه من هنا لهنا، بيقول له لا يا باشا تعالى انت كل انت البيضه وانا هنزل بالحصان بتاعي، ما عنديش اي مشكله في حمايه البيضه اللي جنبه. فبيرد عليه بان هو بياكل، قال له خلاص ماشي انا هاكل البيضه. ولكن هنا وودورد اكل بالبيضه في المقابل، مهدد البيضه اللي بعده، سوري مهدد الحصان، يلا يا عم اروني حرك الحصان ده من هنا، وكمان انا البيضه بتاعي لو انت مهدده بالرخ فهو محمي بالحصان. تحرك طبعا بالحصان بتاعه بيست موف، نقل الفيل. المهم شوية نقلات مش بتغير قوي في الموقف. هنا بعد لما البيضة أكل البيضة الأول، أخد وودورد الحصان، طبعا هيسجل الحصان بتاعه بالبيضة، وبعدين نزل هنا أخد رخ في رخ، أخد الرخ في المقابل أخد البيضة، طبعا هيتحرك بالحصان عشان ما يتاكلش. وإحنا هنا بدأنا بقى ندخل على الإند جيم أو النهاية، وهنا هيبان بقى الفرق او هيبان الماتش خلص ازاي. خد بالك انه لحد دلوقتي الانجن مدي تفوق للاسود 0.6 من 10، مش تفوق كبير، ولكن من هنا هنبتدي نشوف الاختلاف. وانا بستأذنك لو لسه ما عملتش لايك انزل اضغط لايك للحلقه بعد اذنك، وسيب لي كومنت قول لي فيه تحب نكمل البطوله دي ونغطي كل ماتشاتها ولا لا، عرفني. المهم يا سيدي هيكمل بقى الماتش معانا. هو هنا اتحرك بالحصان، اتحرك بالملك، اتحرك بالفيل، جاب الرخ، تضغط على البيدق. هنا هو نزل بالبيدق عشان يحمي سوري نزل بالفيل عشان يحمي البيدق بتاعه. دفع عليه البيدق، قال له اديني الفيل بتاعك، يا اما تنزل تاخد البيدق وانا اخد في المقابل البيدق ده اللي عامل لي ازمه واللي انت عايز تلاقيه يا عم وودورد. بص بقى هنا عشان هذا الشاب المعجزه اللي عنده 15 سنه معاه 56 ثانيه، وبص السرعه اللي هو هيلعب بيها. المهم نقل نقله غير دقيقه، تراجع بالفيل لورا، ضغط عليه بزياده عمنا
ارونين وقال له اديني الفيل، بس خد بالك ان حتى اللحظه الفيل محمي بالحصان دوت. المهم يا سيدي هنا بيدفع بقى البدأ بتاعه، بيقول له طب بقول لك ايه، بلا فيل بلا حصان بلا بتنجان، يلا انا عايز ارقي البدأ ده وزير. هو مش هيترقى وزير لانه ببساطه اصلا كده كده الحصان ماسك المربع، ولو انت اصلا وصلت لحتى الصف الثامن او الاخير الروك هتاكل عادي، بس هو وودورد يا عيني ما عندوش مش لاقي حاجه يعملها، فبيحاول ان هو ايه يناوشه يعني. فهنا بيطلع بالرخ يطلب البيدق، بينزل بالحصان بيقول له تعالى نكسر، لعب هنا ان اكيورسي. المهم جه من هنا لهنا عشان ياخد البيدق. هو هنا كان طبعا كان عنده ان هو يحمل البيدق بس هو ما شافهاش، مفيش وقت. بيتحرك بالحصان بالفيل بتاعه، بيتحرك بالحصان بيطلع فوق يحبس آه الروك. طبعا الفيل ده ملوش حركه لان الروك هتروح قبل ما الحصان ده يجي هنا. المهم يا سيدي بينزل بالروك بيتحرك بالروك، فهنا بياكل البيدق اللي كان موجود مجانا عمنا ارونيون. فبينزل بالحصان يقول له سوري بالروك يقول له اديني البيدق دوت. بينشط الملك بتاعه بيقول له انا مش مهتم، روح خد البيدق عادي، ورغم ذلك هو ما كلوش اصلا. المهم يا سيدي بيجي هنا يطلب الحصان، بيتحرك بيحمي بينزل مش عارف ايه. المهم يا سيدي شوية نقلات ونيجي، انا عايز بس اوصل للوضع، لا لسه مش هنا. كل دي نقلات يعني ايه تقدر تقول منطقية، بيكسر قطع. المهم ها عمالين نكسر في القطع. ايوه ارجع لي بقى هنا كده. بص بقى يا معلم، هنا ارونيون شايف ايه؟ ادي واحد اتنين تلاتة، تلات بيادق على واحد اتنين تلاتة. اوكي، التلات بيادق دول، التلات بيادق الاسود دول عند ارونيون يقدروا ببساطة ان هم يوقفوا التلات بيادق اللي عند الابيض، لانه ببساطة البيدق ده مش سالك لان اصلا في سكته في بدائين يقدروا يوقفوه او ياكلوه بمعنى اوضح. ولكن هنا على الجبهة التانية في بدائين تقدر تعمل منهم انت بيدق سالك كاسود، بلس ان انت معاك اصلا فيل ماسك الوتر الطويل ده، وماسك كمان مربع الترقية. ركز في المعلومة دي كويس جدا، حتى لو البيدق ده وصل هنا، الفيل اللي على الوتر الاسود ده او على المربعات السوداء هيقدر ياكله. واللي انت هتشوفه دلوقتي هو تكتيك بسيط جدا من ارونيون، واللي انا واثق انه الشاب ده لو كان معاه الوقت ما كانش هيوقع فيه. هو هنا نشط الملك بتاعه، حرك الملك بتاعه ناحية الحصان، بيهدد الحصان عايز ياكله، وساب البدائين دول يتاخدوا عادي ما عندوش اي مشكلة. هو ما اهتمش ان هو يعمل من دول بدأ سالك، وبيقول لي هنا وودورد انزل كل البدأ ده انا مش مهتم. بينزل ياخد البدأ. بص النقلة الجاية من ارونيون، البدأ ده اصبح بدأ سالك. انت دلوقتي كأبيض عندك حل من الاتنين، يا تسيب البدأ ده يكمل طريقه ويبقى وزير، يا تضحي بالحصان عشان تاكله وهاكل انا بالملك بتاعي. بيدفع البدأ. خد بالك ان هو هنا خلاص ما عندوش اي حاجة تانية يعملها. وودورد بيحاول ان هو يرقي فبيتحرك بالبدأ، طلع اخد البدأ المجاني. ارونيون بيدفع البدأ التاني، بيدفع البدأ بتاعه عايز يرقي، وهنا بيدفع البدأ مرة تانية بيقول له تعالى كل وانا هاكل بالبدأ بتاعي وهحاول ان انا اجيب وزير. بس خد بالك برضو ستيل انت مش هتعرف تجيب وزير لان ببساطة الفيل هينزل وهيمسك الوتر اللي انت عايز ترقي من عليه، ولكن اهي مناوشات. المهم هنا خلاص نزل بعد ما اكل بدأ في بدأ هنا خلاص عايز يعني يروح يرقي. اصلا الانجن نفسه مديها ان دي ان اكيورسي لانه البيدق ده ملوش امل في الترقية، الفيل ماسك الوتر الطويل. وهنا بيستسلم وودورد وبتنتهي المباراة. اروني لعب بدقة 97.3 من 10 وودورد لعب بدقة 90.1 من 10. فدي المباراة اللي كانت في الجولة الأولانية اللي انتهت نهاية إيجابية. أتمنى يكون الماتش عجبك. أرونيون كسب، تقدم في النقاط بتاعته. في ماتش كمان اتلعب وكروانة كسبه، هحاول ان انا انزله. يا ريت تسيب لي كومنت لو الماتش عجبك وتقول لي وتشجعني لو حابب ان احنا نكمل ونغطي البطولة، وتسيب لي لايك على الفيديو، واشوفك الحلقة الجاية.